ينتهي الحافظ شريف من إبهارنا بتمكنه من القرآن وغزارة علمه وسلاسة شرحه للقراءات العشر. طيب شيخ شريف، يعني بما أن كل المشاهدين الآن الذين يسمعون ويرونك في هذا اللقاء الجميل والرائع علموا بإتقانك للقراءات، لو نختار آية مثلا قصيرة وتقرأها بعدة 3 أو 4 قراءات نسمعها منك. طبعا أنا هجمع بجمع الآية، هو من أصعب الجموع. جمع الآية يعتمد أن القارئ الأول هو قالون، ثم بحسب ترتيب القراء لكي يعني ننبه السادة المشاهدين. اعذرني سألتقط يعني دقيقة واحدة. نعم. القراء معنا قراء 10: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. كل واحد من هؤلاء القراء الأئمة له راويان، فنافع مثلا له قالون وورش، وابن كثير له البزي وقنبل، وأبو عمرو له الدوري والسوسي، وابن عامر له هشام وابن ذكوان، وعاصم له حفص وشعبة، وحمزة له خلف وخلاد، والكسائي له أبو الحارث والدوري هذا هو الذي روى عن أبي عمرو، وأبو جعفر له ابن وردان وابن جماز، ويعقوب له رويس وروح، وأخيرا الإمام خلف العاشر له إسحاق الوراق وإدريس الحداد. تفضل يا شيخ، إن شاء الله تبارك الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بدأنا بالإمام قالون، تبعه كل القراء لأن كلهم يقرؤون بنفس هذه الطريقة في هذه الآية ما عدا قارئا واحد وهو الإمام أبو جعفر، فيقول بالسكت على الأحرف المقطعة: ألف لام ميم. هكذا انتهينا من الآية الأولى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الإمام قالون له وجه القصر وله وجه التوسط في المد المنفصل. على وجه القصر بدأنا، ذهب معه كل من يقرؤون بالقصر، وهم الإمام ابن كثير، الإمام السوسي، والإمام الدوري بأحد أوجهه، والإمام يعقوب، وبقي أهل التوسط وأهل الإشباع. هذا ذهب معه أهل القصر. نأتي بعد ذلك بالتوسط: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أهل التوسط اللي هم قالون على وجهه الثاني، وتبعه الدوري على وجهه الثاني، مع الإمام ابن عامر والإمام عاصم والإمام الكسائي. عندما نأتي بالقراء 10 ونقول من اخترناهم من القصر والتوسط، يتبقى راوي وقارئ، وهم الإمام ورش هو الراوي والإمام حمزة هو القارئ، فالاثنين يشبعون في المد المنفصل فيقولون: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هكذا يشبعون في المنفصل. نعم. هنا نعمل ايه؟ احنا قلنا هنا ايه؟ نغني فيها. نعمل ايه؟ نغني فيها. يبقى هنقول عما يتساءلون. عن النبأ العظيم. بعد ذلك نأتي إلى الآية الثالثة. فالإمام حمزة في هذه الآية يقول التوراة، والإمام ورش يقول التوراة. أما الذين يقولون بالإمالة فيقولون التوريه، والذين يقولون بالفتح يقولون التوراة. فالفتح أو الألف بينه وبين الإمالة هو التقليل، وبين الألف والياء الإمالة. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل
وأنزل التوراة والإنجيل. هذا أول وجه للإمام قالون، لأن الإمام قالون قال وبالخلف بللة، له التقليد وله الفتح، فأتينا بوجه الفتح، وكل من له الفتح ذهب مع الإمام قالون. نأتي بعد ذلك بوجه التقليد. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نحن قلنا في بدء الأمر أن من يقلل هو الإمام ورش والإمام حمزة والإمام قالون بخلف. إحنا التوراة قلنا بالتقليل، بالفتح ثم التقليل. من يقول بالإمالة؟ أول واحد قلنا بالإمالة هو الإمام ابن ذكوان. نعم. فنقول وأنزل التوراة والإنجيل. فنأتي أولا بوجه الفتح، وهذا معروف لنا وشائع. بعد ذلك بقى نأتي بما تبقى فنقول نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. هذا وجه صلة هاء الكناية للإمام ابن كثير. نعم. بعد ذلك نأتي بآخر وجه في الآية هو وجه الإمام الحسين. نقول نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نكتفي بهذا القدر لأن الله يبارك فيك. والله كأني أجلس مع تبارك الرحمن طبعا مع أحد علماء القرآن. الله يكرمك. بهذا الشرح البالغ بهذا الأسلوب الذي لا يأتي إلا لمن حفظ ابنه القرآن.